خبر جميل على مصراوي: بدء مناورة الجيش الثاني الميداني في سيناء بحضور وزير الدفاع اللي هو اللواء عبد الفتاح السيسي. الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع. 14/10/2012 الساعة 11:15 بدأت قبل قليل المناورة التي تجربها إحدى التشكيلات التعبوية للجيش الثاني الميداني في منطقة سيناء، وذلك بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والفريق الصدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وتشمل المناورة التي تأتي ضمن خطة التدريب السنوي للقوات المسلحة على العديد من الأساليب القتالية الجديدة لمواجهة الأهداف المعادية الثابتة والمتحركة والتدريب على العمل الجماعي بين القوات. يعني أنا قدامي دلوقتي صورة اللواء أو الفريق أول عبد الفتاح السيسي ببدلة الجيش المنمقة الجميلة. فأنا عايز أقول الرسالة هي إن ما أروعك يا جيشنا، وما أروعك سعادة الفريق. وأنا على الإنترنت بشوف إن كتير من الضباط كيف يحتفي بك سعادة الفريق، وسعداء جدا بأنك وزير الدفاع. وأنا كمصري كلما أرى صورتك أو البدلة اللي أنت ترتديها أشعر بفخر، خصوصا وإن الجيش له مذاق غاب عننا فترة طويلة. فكون إن هو يرجع بصدق وبأمانة يده مترفعة عن أي ظلم أو أي انتهاك كما كان من بعض الذين كانوا قبلك، فأنت تعيد لنا ابتسامة من جديد وحب من جديد وصدق من جديد وفهم متجدد لمعنى كلمة القوات المسلحة المصرية. تابعناك في كثير من اللقاءات والتغطيات خلال الفترات السابقة، كنت فيها رائعا، وكان من معك يعني ينافسونك على الروعة. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي لكل ضابط مصري مخلص. وعندي على الفيسبوك مجموعة من الصور لمجموعة من الضباط وهم بيصلوا مع كل أذان، وهم واقفين بيتذاكروا وبيتدرسوا في أماكن التدريب. حاجة مشرفة أوي 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 أوي. وإن شاء الله قريبا وجديدا ودائما نسمع منكم وعنكم الخير الكثير الذي تحملونه لمصر. شكرا لسعادة الفريق وشكرا للقوات المسلحة، وفعلا فعلا خالص الحب والتقدير، ومعكم دائما وأبدا متابعة وتغطيات مستمرة. شكرا لكم، ونلتقي في رسالة قادمة.